اختيارك لنوع المتوسط ممكن يخليك تدخل بدري جدا أو تتأخر جدا وتشوف الحركة بعد ما تخلص. عندك نوعين أساسيين من المتوسطات المتحركة: المتوسط البسيط SMA أو المتوسط الأسي EMA. الاتنين هدفهم واحد، يساعدوك انك تشوف الاتجاه بشكل أوضح، لكن الفرق الحقيقي بينهم في سرعة الاستجابة. المتوسط البسيط بيتعامل مع كل الأيام كأنها نفس الأهمية، يعني سعر امبارح له نفس وزن سعر من 50 يوم، وده بيخليه أهدى وأبطأ شوية في رد فعله. أما بقى المتوسط الأسي فبيعمل حاجة مختلفة، بيدي وزن أكبر للأسعار الحديثة، يعني آخر الأيام بيحسبها بشكل أقوى، وده بيخليه أسرع وأكثر حساسية مع حركة السعر. بس قبل ما أقولك ليه ناس كتير بتغلط هنا، اعمل فولو علشان تشوف محتوى أكتر عن التداول بدون أي تعقيد. هنا بقى النقطة المهمة، أكتر غلطة ناس كتير بتقع فيها إنهم بيستخدموا أي متوسط وخلاص من غير ما يسألوا نفسهم أنا أصلا بتداول إزاي، لأن اللي بيناسب المضارب السريع مش هو نفسه اللي بيناسب المستثمر طويل الأجل. لو أنت مضارب وعايز إشارة أسرع فالإي ام اي غالبا هيكون أنسب ليك أنت، لأنه بيتفاعل بسرعة مع أي تغيرات جديدة وبيديك إحساس أسرع بالحركة. لكن لو أنت مستثمر متوسط أو طويل الأجل ومش عايز كل حركة توديك وتجيبك فالاس ام اي غالبا أنسب ليك، لأنه أهدى وبيفلتر شوية من الحركات الكدابة. يعني ببساطة الاي ام اي أسرع ولكن ممكن يطلع لك إشارات أكتر، لكن الاس ام اي أبطأ ولكن إشاراته أقل. وده معناه إنه مش مطلوب منك إنك تختار المؤشر الأشهر، المطلوب منك إنك تختار الأداة اللي بتناسب طريقتك وسرعتك ونوع قراراتك، لأن نفس الأداة ممكن تبقى ممتازة لشخص ومزعجة جدا لشخص تاني. الخطأ مش دايما في المتوسط نفسه، أوقات كتير بيكون الخطأ إنك بتستخدم أداة مش ماشية مع شخصيتك في السوق. خلينا أديك مثال واقعي. تخيل واحد سايق تريلا وواحد سايق موتوسيكل. التريلا بتاخد الملف بهدوء وحركتها أبطأ بس ثابتة، لكن الموتوسيكل بيلف أسرع وبيستجيب أسرع ولكنه مش ثابت. وده بالظبط الفرق ما بين الاس ام اي والاي ام اي. خد الخلاصه من اخوك درويش، الاي ام اي اسرع استجابه لتغيرات السرعه الحديثه وغالبا يناسب المضاربه السريعه، والاس ام اي اكتر هدوء واستقرار وغالبا يناسب الاستثمار الاطول والناس اللي عايزه تقلل التوتر. ولكن اكبر خساره ناس كتيره في السوق مش بتحصل علشان هم ما عرفوش المؤشر، احيانا بتحصل علشان هم استخدموا الاداه الصح بالطريقه الغلط. بس عندي سؤال ليك، انت شخصيتك في السوق اقرب لايه؟ عايز اشاره اسرع حتى لو فيها حساسيه اعلى، ولا تفضل اشاره اهدى حتى لو ابطا؟ اكتب لي في الكومنت.